بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن تاني نقطة نقيم فيها علاقتنا بولادنا، نقطة الدعم والثقة. والدعم ليه أشكال كتير. يعني مثلا لما بيعمل حاجة غلط أو حاجة تعصبني، هل تركيزي بيكون على السلوك الوحش وأسبابه اللي ممكن تكون بعيدة عن شخصية الولد أو البنت، ولا تركيزي بيكون عليه هو ونقده وتوبيخه وكأنه هو الغلط مش السلوك اللي حصل؟ موقف تاني، لو مثلا بنتي عملت حاجة غلط سواء بقصد أو بدون قصد، هل واثقة إن أنا في ظهرها، هسمع مبرراتها، هصبر لما أفهم، هديها فرصة تستوعب الموقف وتعرف الغلط ده جه منين عشان تصلحه؟ ولا دايما هتيجي صورتي قدامها وأنا بولول وبتعصب ولا بضرب وبحسسها إنه غلطها ده نهاية العالم؟ يعني من الآخر كده أنا عليها مش معاها. أول حاجة بتيجي في بال العيل لما بيغلط هو رد فعل باباه ومامته أيا كان. رد الفعل ده طبيعي ولا مبالغ فيه ولا رد فعل مرعب؟ هو ده اللي بيحول الموقف من إنه يكون فرصة للتعلم والدعم لإنه يكون سبب للخناق وتدمير العلاقة بيني وبينهم. ومش معنى كلامي طبعا إننا نستقبل الغلط بابتسامة وبرود أعصاب ولا كأني حاجة حصلت، لا طبعا، بس على الأقل أدرب نفسي إنه رد فعلي يكون مناسب للموقف، وأركز إنه رد فعلي هنا في اللحظة دي بيسمع في حاجات تانية كتير في شخصيتهم وعلاقتي بيهم وكمان علاقتهم بربنا. احنا اكيد كلنا عايزين ولادنا تقرب من ربنا بشكل عملي حقيقي مش مجرد كلام. وهنا ممكن الغلط اللي حصل او الموقف اللي عمله ابني غلط يكون فرصة ان انا اعلمه ان ربنا بيتقبل التوبة بس بشروط. وده هيحصل ازاي؟ لما انا اولا اتقبل الموقف وافكر معاه مش عليه، افكر معاه ازاي ممكن نصلح الغلط، ايه اللي في ايدنا نعمله دلوقتي عشان نصلح الغلط ده، ازاي نتعلم من الموقف ده، طب تفتكر ده حصل ليه عشان نتعلم ايه اللي ممكن نعمله عشان ده ما يتكررش تاني. هو ده الدعم البناء، الدعم اللي هيبني شخصية ولادي صح، شخصية عارفة تواجه، عارفة لما تقع تقوم تاني. كمان الدعم مش معناه ان انا رايحه جايه اقول كلام حلو او كلام فيك عمال على بطال، لا، بس الدعم ان انا بقدر مجهوده، لما يعمل حاجه كويسه بقول كلام حلو. ومش شرط كمان ان لازم الكلام الحلو يكون بشروط، لا، انا بحسسه بحبي ليه، ده عادي، ده الطبيعي. بس كمان ما اكدبش عليه او اوهمه ان هو سوبر هيرو ولا حاجه ما حصلتش، لا، انا بعلمه يشوف نفسه عادي، شخص كويس، بس بقدر مجهوده لما احس ان هو بيبذل مجهود، لما احس ان هو بيعمل اللي عليه. نقطه تاني كمان في الدعم، اتقبل مشاعره لما يكون متضايق على حاجه حتى لو انا شايفه انها ما تستاهلش. افتكر ان انا بشوفها بعناية لكن هو شايفها بشكل تاني، فمش من حقه، مش مفروض ان هو يبرر مشاعره او يديني مبررات، لا، عادي، انا بقدر احتياجاته، بقدر المرحله اللي هو فيها، بقدر مشاعره. ومش لازم كمان الدعم ده هو هيطلبه بشكل صريح، وخصوصا لو كان ولد مش هيجي يقول لك يا ماما انا حصل كذا ولا كذا محتاج دعم، لا، بس على الاقل انا احس لما يكون في موقف، في درجات مش كويسه في المدرسه، في خناقه مع اصحابه، اي موقف كده احس ان هو في، لا، ده في ضعف، في شد وجذب، اقدم الدعم من غير ما هو يطلبه، وأعلمه إنه يتقبل مشاعره وإن عادي البني آدم بيمر بلحظة ضعف، ويحاول يفكر إيه اللي ممكن أعمله. مش لازم بقى إيه إن أنا أرهقه أو أنتقده أو كده. الدعم هو أهم حجر أساس أبني عليه العلاقة الآمنة، لأنه مش معقول هيسمع لحد طول الوقت بينتقده أو طول الوقت مستني عليه الغلط أو طول الوقت بيكرهه في نفسه وبيحسسه إنه هو مش بيعمل حاجة صح. لا، الدعم نقطة مهمة، نقطة مهمة أبني عليها لو أنا فعلا عايزة أخلي العلاقة دي تكبر وتبقى علاقة صحية، وأقدر من خلالها بقى أعلم القيم وأطلع شخصية فعلا، شخصية ناجحة، شخصية سوية، شخصية مش معقدة. يلا كده قيمي كده علاقتك بابنك وشوفي مستوى الدعم والثقة بينك ما بينه، أو علاقتك ببنتك وشوفي مستوى دعمك ليها وثقتها فيكي تاخد كام من 10. قيمي بمنتهى الوضوح والمصداقية عشان انت فعلا عايزة العلاقة دي تبقى آمنة، مش انت عايزة تظهري ان هي علاقة آمنة، لا، انت فعلا عايزة تحلي المشكلة من جذورها، فقيمي بمنتهى الأمانة والوضوح. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.